تحرص الفنانة حنان سليمان إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام والصحافة، حتى أن الجمهور لا يعرف كم عدد أبنائها، لكن قامت حنان سليمان بالكشف مؤخرا عن ابنها الشاب. ابنها هو الفنان يحيى فودة، شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها كرم الكينج، تفاحة آدم، ويعتبر من أبرز الشخصيات الفنية المصرية. فهو فنان مشهور من مواليد مصر، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في العديد من الأعمال التي تجلت من خلالها مهاراته في الفن المصري شخصيات، وأصبحت من أشهر الشخصيات في مجتمع الفن المصري. الممثلة المصرية حنان سليمان تزوجت في سن مبكر، وعاشت مع زوجها فترة وجيزة، أنجبت منه ولدا لا نعرف إلا اسمه، رجل مصري اسمه فودة، تزوج في أوائل الثمانينات وأنجب منها ابنها الوحيد يحيى. وبعد وفاة زوجها كرست الفنانة حياتها لتربية ابنها وعلى وظيفتها وحدها، ولم تفكر بالزواج مرة أخرى. الفنانة حنان سليمان شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكانت بدايتها في مسرحية الجوكر مع الفنان محمد صبحي، وفيلم يا رب ولد مع الفنان فريد شوقي، ومسلسل المال والبنون، ومسلسل الضوء الشارد. كما شاركت في مسلسل أبو ضحكة جنان ومسلسل الأدهم.